يعني انا مش عارفه بصراحه، بعض الرجال وليس كل طبعا بيجيبوا البجاحه دي منين؟ انت ازاي تفكر تشتكي منها وتكلمها عن تقصير في اي شيء معين وانت اصلا قاعد زي قلتك في البيت؟ انت زيك زي الكرسي اللي انت قاعد عليه، قاعد بس تتأمر واعملي لي وهاتي لي وشاي وقهوه وميه وحاجه حلوه. ايه ده، ما عملتلناش حاجه حلوه النهارده؟ مش هنحل يا جماعه بحاجه جميله؟ طب اللي واقفه في المطبخ ليل ونهار ودايره على الولاد ليل ونهار دي فين حقها؟ ده حتى ما فيش كلمه حلوه بتقولها لها. كتير من الستات اسمعهم بيقولوا والله حتى الكلمه الحلوه ما يقولش حتى تسلم ايدك. ابقى قاعده باكل على السفره وظهري مقطوم لسه بقول بسم الله، يروح باصص لي بقرف كده يقول لي مش كنتي عارفه تقللي الملح شويه؟ ما تعرفيش تدوقي؟ ما تعرفيش تعملي؟ مفيش حتى كلمه حلوه، كلمه تقدير. والله كتير من الستات بيصعبوا عليا، وواحد بيبقى يعني مش عارف يواسيهم بكلمات يقول لهم ايه لما بيكلمونا ويحكوا عن اللي بيحصل ده. فالحقيقه لكل راجل غير مسؤول يعني عيب، عيب قوي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لو كان يعني في وسطنا كان عاتبك عتاب شديد جدا جدا، لان سيدنا النبي كان خير زوج، كان حكيم وكان عنده لين وحكمه وحاجات كتير جدا جدا. المفروض لو بصيت بس لحاجه واحده منها الدنيا هتظبط. ف ولكل زوجة يعني جددي نيتك واحتسبي عند الله سبحانه وتعالى، وحاولي تتكلمي معاه بدل المرة 2 و3 و4، وتقسموا المهام ما بينكم. بلاش تفضلي في الدوامة دي، لان انتي هتتعبي جامد وصحتك هتتأثر جامد. وانا عارفة انك هتقولي محدش هيشيل محدش هيشيل لو انا ما عملتش، بس للأسف يؤسفني ان انا اقولك وانتي لو وقعتي محدش هيشيلك. فلازم تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك. والزوج اللي زي كده لو عدى عليكي الفيديو ده اتقي الله، اتقي الله في الست اللي عندك دي، ربنا هيحاسبك عليها، ربنا هيحاسبك عليها، ربنا هيحاسبك عليها. خليك راجل، ما تبقاش بس ذكر بالاسم كده في البطاقة. الرجولة انك تعين اهل بيتك وتقف جنبهم وتبقى انت السند والمعين طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش انت كمان عبء عليها. فاستقيموا يرحمكم الله.